كذلك يتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة بمشيئة الله يوم الجمعة والسبت، تتراكم في المرتفعات الجبلية وتشمل الثلوج مرتفعات تبوك والجوف ورفحاء، بحيث سيصبح محور المنخفض الجوي المتوقع مناسبا لشمال السعودية اعتبارا من يوم الجمعة، ويشمل التساقط مناطق واسعة من مرتفعات تبوك والجوف وطريف. كما يتوقع أن يحصل تراكم كبير للثلوج في المناطق المرتفعة من تبوك. وبالنسبة لغزارة الهطول فمن المتوقع أن تكون كثيفة أحيانا، خاصة على مرتفعات اللوز العالية من تبوك وأجزاء من منطقة الجوف. يجدر التحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأحيان خلال هبوب العواصف الرملية يومي الجمعة والسبت. كما ننصح مرضى الحساسية والربو بتجنب الخروج من المنازل لعدم التعرض للأتربة المثارة بفعل الرياح. كما يحذر خلال الظروف الجوية القادمة من خطر تراكم الثلوج في المرتفعات الشمالية للبلاد، لا سيما في تبوك والجوف وطريف ومرتفعات اللوز العالية. يذكر أننا سنبقى في مركز طقس العرب الإقليمي على تواصل مباشر في تحديثات متتالية لإطلاعكم على آخر التطورات والتنبؤات الجوية خلال الأيام المقبلة. تابعونا عبر موقع طقس العرب الإلكتروني، بالإضافة إلى صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.